الو. الو عمر، ازيك؟ مين معايا؟ انا مريم. ايه للدرجه دي مش فاكر صوتي؟ لا ازاي، اكيد فاكرك. اكيد انت اكتر واحد هتفهمني وهتفهم كلامي من غير ما اقول انا قصدي ايه. عمر، انا محتاجه اقابلك في اقرب وقت لو ممكن. ممكن نتقابل بكره؟ بكره؟ لو مش فاضي خلاص نخليها وقت تاني. لا طبعا فاضي، هيكون ورايا ايه يعني؟ اكيد فاضي. أم... تحب نتقابل في المكان اللي كنا متعودين دايما نتقابل فيه؟ على فكره انا كنت هقولك عليه. اتفقنا. سلام. انت فين؟ تجيلي دلوقتي حالا، في نصيبة معرفش دلوقتي، اتصرف وتجيلي. يلا سلام، مستنيك. ايه يا ابني؟ يا ابني في ايه يا ابني؟ بس بقى ما تقعدش تتحرك لي كتير كده وترتني. بقول لك ايه، البس كاجوال ولا كلاسيك؟ هي دي النسيبه اللي انت جايبني عشانها؟ اخلص، البس كاجوال ولا كلاسيك؟ على حسب المشوار. رايح اقابل حد. طب ما حلو الكلام ده، يعني رجعت تاني اهو بقى تقابل ناس وتنزل وتشوف في حياتك. ده حد جديد ولا انا اعرفه؟ تعرفه؟ لا ما تعرفوش، ما اظنش انك انت تعرفه. لا اعرفه، ما دام كرسي في الكلوب يبقى انا اكيد اعرفه. ولا هو عايز مريم كلمتني وقالت لي ان هي عايزه تشوفني، فما عرفتش ارفض ووافقت على طول. ليه يا حبيبي ليه؟ مش احنا اتفقنا انك ما تكلمهاش تاني؟ وبعدين انت ناسي ليه ان هي السبب في اللي انت كنت فيه ده؟ ما اعرفش بقى، هي اتصلت وقالت ان هي محتاجاني، قالت لي فاضي، قلت لها طبعا. ولا طبعا صاحب قرار قوي. قلت لها ايه بقى يا حبيبي؟ قلت لها طبعا. طبعا. هو انت كنت عايز نعمل ايه؟ انا نفسي افهم انت صدقتها بناء على ايه؟ ولا هيخليني انا ما اصدقهاش؟ يا ابني عشان الناس ما بتتغيرش، الناس بتدور على مصلحتها وبس يا عمر. بص، مش هخسر حاجه، انا هروح اشوفها هي عايزه ايه وبس، مش هخسر حاجه. افتكر يا عمر اني قلت لك بلاش، وافتكر اني قلت لك ما ترجعش نفسك لنقطة الصفر تاني بايديك. انت عارف ان هي كيكه اصلا بالنسبه لي صفحه وانتهت. طبعا اتقفلت طبعا. كاجوال ولا كلاسيك؟ كاجوال. قشطه، البس كلاسيك. يا عم خلاص بقى، قلت لك دي صفحه واتقفلت، وبعدين مش هخسر حاجه لما اقابلها. وتشوف هي عايزة ايه على طول وتمشي. تمام ماشي، يلا سلام بقى دلوقتي. سلام. حاولت اكلمك كتير بس انت كالعاده ما كنتش بترد. في كتير عندي عايزه احكيهولك عشان ما تعودتش ان انا احكي لحد غيرك. بس اتعودت انك انت تكوني مع حد غيري، مش كده؟ ما تنكرش ان انا ما اتفقناش اخر مره، وده سبب من اسباب اننا ما نكونش مع بعض. وجاي تتفق المره دي؟ لا، جاي اتكلم مع اكتر شخص كنت برتاح في الكلام معاه زي زمان. لسه فاكره؟ انت نسيت اننا كنا اقرب اتنين لبعض؟ كنا فعلا. يا ريتنا كنا فضلنا اصحاب. انت عايزه ايه يا مريم بعد الغيبه دي كلها؟ عايزك تعرف ايه السبب اللي خلاني ابعد. ما انا عارف. لا مش عارف. الفتره الاخيره بينا احنا كنا مش متفقين في حاجات كتير، وانت ما كنتش حاسس بيا. ولما زعلنا من بعض وبعدنا، الشخص ده استغل الفتره دي وحاول ان هو يقرب مني، وانا كنت عارفه ان احنا مستحيل اننا نرجع لبعض تاني، فرديت بيه. حسيت ان انا المره دي المفروض اختار بعقلي مش بقلبي. لما اخترتي بعقلك وما اتفقتوش رجعتيني انا بقى، مش كده؟ عارف ايه اصعب حاجه عدت عليا لما احنا بعدنا؟ ما اظنش ان دي بقت حاجه تخصني. اني كنت حاسه بالامان وبالراحه، وفجاه كل ده راح مني. عامه خلينا ما نتكلمش في حاجه خلاص ملهاش لازمه. ما انكرش ان انا ندمت ان انا اديت فرصه لحد غيرك. على فكره انا اعرف دكتور كويس، كان بيتابع معايا في فتره ما يعني كده اهوت ايام قمر انا عايزاك تسمعني. تبقى غبيه يا مريم لو لسه فاكره ان انا بصدقك لحد دلوقتي. اللي انا مستغربه انك انت بتتعاملي عادي وكانك كنت غايبه يومين مثلا، ولا كانك كنت غايبه سنتين وما تعرفيش ايه اللي حصل من بعد ما انت مشيتي، وبكل بساطه قررت انك انت ترجعي عشان تحكي لي مشاكلك. عشان افتكرت ان انا اكتر من اصحاب او اتنين بيحبوا بعض بس فرقتهم الايام. كنت فاكره ان انا لما احتاجك هلاقيك. هو انت ايه عايز تاخدي وبس؟ عايز تاخدي حب واهتمام ومشاعر وكان الدنيا على مزاجك؟ هو انت بتتكلم عن حد غيري ولا للدرجه دي خلاص انت ما بقتش عارفني؟ وما دام الحكايه كده، ليه وافقت تقابلني ما دام انت للدرجه دي مش طايقني؟ عشان غبي.
قلت انك انت محتاجالي وانك بتمر بظروف صعبه وان المفروض لازم اقف جنبك واركن اي مشاكل بينا. بس اللي اكتشفته ان دي حقيقتك وده انت، وعمرك ما هتتغيري يا مريم. عمر انا لسه بحبك، واسفه ان انا اديت فرصه لحد تاني. مريم انت رجعتي لي عقبال ما تلاقي حد تاني وبرضه هتسيبيني. قلت لك ما كانش ده السبب، ولا خلاص للدرجه دي انت بقيت شايفني وحشه؟ انا نسيتك يا مريم وخلاص ما بقتش شايفك. معاك حق، اسفه ان انا كلمتك. يمكن اللحظه دي تعرفك قيمتي، ان انا كنت ناعمه في حياتك وانت اللي اخترت البعد مش انا. على فكره انا كمان بحبك وعمري ما نكرت ده ولا بنكر ده دلوقتي، بس من امتى الحب كان كفايه؟